مسلسل جديد على نتفليكس نزل، بطولة آسر ياسين. المسلسل ده بيبدأ بثلاث شباب وبنت معاهم، بينزلوا على مركب. بيبقى واضح أوي من أول دقيقة في المسلسل إن البنت دي مرتبطة بواحد فيهم وفي بينهم خلاف، وفي واحد تاني بيغير عليها، واضح إن هو بيحبها ومش عارف يعترف، والتالت بيكون أخوها. بينزلوا التلاتة تحت المية في رحلة غطس، وهي تحت بتكتشف إن أنبوب الأكسجين بتاعها مخروب وبتموت. ولما بيطلعوها بيضطر أخوها هو اللي يشيل الجريمة دي، قصاد ان هو على اساس انه هيقعد سنة ويطلع نفس فكرة الافلام القديمة، بس بياخد 15 سنة، فبيضطر يطلع ينتقم وعشان يكتشف مين اللي قتل اخته، مين كان السبب في قتل اخته. المسلسل يبان في الاول عادي، وبطولة آسر ياسين بقى الناس الاغنياء كلها متجمعة فيه، الناس اللي بتتكلم نص انجليزي ونص عربي. بس بجد المسلسل ده، مع ان حتى الدعاية بتاعته ما كانتش ملفتة ما حسيتش الناس اساسا انها عايزة تتفرج عليه، بس المسلسل ممتع. كان نفسي بقى ايه يخلوا البطل يبان شوية، يعمل حاجات اكتر عشان نحس كده بجو الهندي شوية في البطل. كان نفسي يبعدوا عن جو السلو موشن اللي بوظ اجزاء كتير من المسلسل. بس في النهاية المسلسل بيمشي برتم كويس من اول حلقة لحد الحلقة اللي قبل الاخيرة. في الحلقة الأخيرة بقى المسلسل بيتقلب لحاجة عظمة فوق العظمة، نهاية غير متوقعة، نهاية فيها مفاجآت. مسلسل فعلا يستاهل انك تشوفه لو انت بتحب البناء الكتير للمسلسل، ان انت تقدر تستحمل حتى لو مش عاجبك قوي بس بتكمل قصاد انك تشوف نهاية عظيمة تخليك تفضل تفكر فيها. فالمسلسل ده انسب حاجة ليك. المسلسل اسمه موعد مع الماضي، بطولة آسر ياسين وناس كتير قوي حلوة. بس اتمنى تشوفه، واتمنى تشوف راكين سعد في المسلسل ده، بتثبت انها نجمة مفيش بعدها في مصر. اتمنى تشوفه وتقول